يلا يا حبايبي نعمل النهارده قلقاس بطريقه سهله وبسيطه. بصي دايب زي الزبده. تعالي اوريكي طريقتي في القلقاس. اول شيء هنصلي على الرسول الكريم ونبتدي مع بعض. القلقاس انا مش بغسله خالص، انا بجيبه اقطعه على فوطه نضيفه ناشفه، وبعدين اقطعه برضو على فوطه تانية وهي ناشفه تماما عشان اي ميه فيه تنشف في الفوطه، وانا بحطه مش بغسله. هنا عندي شوربه، دي شوربه لحمه. بسقط القلقاس، واحنا قلنا قبل كده ان القلقاس مش بيبقى عايز نار عالية خالص ولا الشوربة تغلي عليه كتير، علشان القلقاس مجرد ما النار عليت والشوربة غلت لازم هيمزلق منك وهيطلع المادة اللي الممزلقة اللي بتبقى جواه، اللي احنا ما فيش حد فينا بيحبها. فضروري ان انت تبقي على نار هادية، يعني ما تستفزيش القلقاس وهو على النار من الاخر كده. انا معايا هنا بصلة، آه، عاملاها في الكبة كده حتت صغيرة عشان انا محتاجة اطلع المية اللي فيها عشان اتبل بيها البانيه ده. وركنتها كده على جنب، هتنفع للقلقاس يعني. وتبلت البانيه بتاعي وركنته على جنب لحد ما ياكل بس التتبيلة بتاعته كده، الملح بتاعه. القلقاس بتاعي هنا هفضل اشيل الم في الريم اللي بيطلع على الوش، وقلنا ما نعليش النار عليه خالص علشان احنا مش عايزين نستفز القلقاس عشان ما يطلعش المادة اللزجة اللي فيه. وفي الاخر هوريكي قد ايه الشوربة بتاعته خفيفة جدا في منتهى الجمال. هنا معايا القلقاس بتحطلوش غير كزبره بس يا جماعه. انا طبعا وسلق، في ناس كتير بتحب السلق ومعظم الناس بتعمل بالسلق، بس انا ما بحبش طعم السلق الحقيقه يعني. فطول عمري بعمل القلقاس بالطريقه دي، ما عمريش اغير الطريقه دي، بيطلع خفيف وجميل قوي قوي. بقطع الكزبره بتاعتي وبطحنها طحن جيد علشان انا بحب اعصرها واطلع الميه الخضراء اللي بتبقى نازله منها، هي دي اللي بتخضر لي القلقاس بتاعي بطريقه حلوه قوي قوي. فانا مش محتاجه السلق اللي بيخضر القلقاس جامد بطريقه وحشه يعني. طبعا في ناس بتحبه ما فيش مشكله خالص. بص الشوربه خفيفه ازاي بعد ما لميت كل الريم. دي البصله اللي انا كنت عصراها هحطها علشان تكمل يعني تاخد سوى القلقاس كده. وهنا هبتدي اعصر هنا الكزبره بتاعتي، هنا عصرتها جامد قوي. وبعدين هكب الميه دي على القلقاس، كان هو قرب يخش في السوا كده شويه. وهبتدي احمر الكزبره بتاعتي، بحمرها في طاسه من غير اي اقدام خالص عشان تكون سريعه شويه وتتحمص معايا بسرعه. وبعد كده هبتدي احط حته زبده. هنا انا حاطه جريل علشان اعمل البانيه بتاعي بعد ما خد تتبيله يعني تمام كده. طبعا انت حره تعملي الخضار بتاعك بالطريقه تعجبك، بلحمه بفراخ من غير حاجه خالص بمرقه، مفيش مشكله خالص. بس انا كان عندي شوربه لحمه فحبيت ان انا انوع واجيب جنبها بانيه. هنا كان الخضره بتاعتي الكزبره بتاعتي كانت خلاص اتحمصت تمام. بحط عليها حته كده من الزبده وشويه زيت. وهبتدي اقلب بس الطومه لحد ما ريحتها، بس اشم ريحتها. وهبتدي اسقطها فوق القلقاس على طول. وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا، ويا رب الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم. جربوا القلقاس بالطريقه دي هتلاقوه خفيف جدا جدا وطعمه مختلف قوي 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 من غير سلق. اشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.